السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم وصفات امي شاف نايمه. الفيديو ديال اليوم فيه اقتراحات دائما في التحضيرات الرمضانيه. في هاد الاقتراحات اللي غندير بين الملح والحلو كلشي هاد الخير هذا بعجينه ديال المسمن اللي كتجي اقتصاديه وكتجي زوينه ورائعه وهشيشه كما شفتوا. هنا غادي نمروا الى تحضير هاد الوصفات، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نديروا الحشوه هي الاولى اللي غادي نطيبوا. عندي صدر من دجاجه الصدر، وعندي بصله اللي هي مقطعه مرصوات صغار، وعندي خليط من القزبر والمعدنوس، وتقدروا تستعملوا غير وحده فيهم في الربيع. عندي هنايا معلقه صغيره ديال كنسون بالقزبر الابزار، الفلفل الاسود، الكركم، الفلفل الاحمر. كنضيفوا الملحه، كنضيفوا التوابل ديال الدجاج كاملين. هنايا درت شويه ديال العطريه ديال الدجاج كنضيفها، وهنايا الثومه حتى هي، سكنجبير. وغادي ندير حتى انا راه سبقت كنقول لكم الاحداث، سبقت لاغوسيت. وهنا غادي ندير الخردل ولا المونطارد معلقه صغيره باش تحيد لينا هذيك السوريه. وكنديروا مقدار من الزيت، وغادي نقلوا هاد الحشوه هادي. بالنسبه لهاد الحشوه راه كتجي بحال ديال البسطيله. هنايا راه دايره ثومه، انا درتها بودره. المهم تقدروا ديروها، انا عندي بودره ما كتوفرش عندي الاخرى. وهنايا عندي القرفه، ضفت معلقه صغيره كما بغيتو نتوما، حتى المعلقه كبيره، ولا ديروا العود ديال القرفه. المهم كنقلي هاد المكونات. بالنسبه لهاد الحشوه هادي راه كتعطي مذاق ديال الحشوه ديال البسطيله تماما، ما نبدل عليها والو. كنقلي مزيان هاد التوابل مع اللحم مع الدجاج. وكتعرفوا في الاول كندير ديما درجه عاليه حتى نقلي مزيان هاد الحشوه هادي، ومن بعد عاد غادي نقص عليها النار. هنا مشاهدينا الكرام غنخليها طيب واحد المده تقريبا. انا خليتها حتى طابت واحد 10 ديال الدقائق. كتشوفوها راه ما كنضيف لها لا ما لا والو. وهنا كنضيف لها فقط العصير ديال نصف حامضه، نص ليمونه. المهم وكنديروا ليمون اللي هو الحامض باش ما نخلطش، ونغطيها كنخليها حتى تشرب هذاك الماء. هنا كتشوفوا القدام راه كاينه الزبده، كندوبها كنطيبها، كنخليها باش غنقاد المسمن حتى يحيد لها كامل داك الحليب ديالها. عاد غادي نطفي على النار. هنايا ضفت شويه ديال الشعريه الصينيه بعد ما درتها في، ماشي الشعريه ديال الارز اللي كنستعمل، هي ديال الارز. درتها في الماء اللي هو سخون مده ديال واحد 3 ديال الدقائق. حيدتها من هذاك الماء وغسلتها بالماء بارد معايا شويه، كتجي كتجمع كتعجن. ضروري نغسلوها بالماء بارد. صافي خيطاطات تسقطرا سمحوا لي من الماء، وضفتها لهذه الحشوه هذه. صافي وكنطفي على الحشوه مباشره كتكون طابت. هنايا عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض المنخول، وعندي ضفت عليه 250 غرام ديال الفينو. المهم الفينو نتوما كتحكموا فيه مشاهدينا الكرام، تقدروا ديروا حتى الاكثر. هنايا كنضيفوا معلقه صغيره عامره بالخميره ديال الكيميائيه. ومن بعد غنضيف 2 معالق كبار ديال العسل، اي عسل كيتوفر عندكم، حتى المنزلي كيخلي لينا احسن من السكر. هاد كيخلينا التقرميشه كتكون زوينه في المسمن ملي كيطيب في الفران. هنا معلقه مملوءه ديال الخل، وكنضيفوا الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه. وغادي نعجنو. غنضيفوا الماء اللي هو الا كان الحل بارد بزاف ديروه يكون شويه دافي، ولا ما كانش انا دائما العجينه المسمن كنعجنها بالماء البارد. صافي هنايا كنجمعها في العجانه، ولا اللي ما كتوفرش عنده باليد العجينه المسمن العاديه ما فيهاش حتى شي حاجه زعما اختلاف. كتكون عندنا عجينه تكون ما تكونش متلوقه وما تكونش قاصحه. اذا كانت قاصحه تقصحيها في الفران، كتكون عجينه اللي هي متماسكه ما تكونش قاصحه بزاف. صافي كنقدروا نتحكموا فيها. بعد ما خليتها انا واحد 5 دقائق العجانه عجنتها، لان الفينو كيبغي شي العجن. هنايا غادي نقطعها على شكل كويرات اللي كيكونوا كبار شي شويه. هنا كورت هاد الكويرات اللي كتشوفوا، عطاتني 7 وحده صغيره، وندهنهم بالزيت
غادي نخليهم على جنب، نخليهم حتى يطلقوا شي شويه. غادي ناخذ كيس بلاستيكي باش يعاوننا باش دغيا نسربيوهم. كيس بلاستيكي غيطلقهم مزيان. صافي غنغطيهم ونخليهم على جنب. هنايا الزبده بعد ما داك الحليب ديالها نقص غادي نصفيها، ولكن هذاك الداخل داكشي كيبقى لتحت الكاسرول ابيض، ما كنديروش الحليب هذاك كنحيدو. هاد الزبده غنصيفط ندير لها شويه ديال الزيت نضيفو ليها باش ما تبردش ليا وتقصح. هنا عندي اللوز، انا خديت اللوز وحمرته في الفرن ودرته بالقشور ديالو، ما قشرته ما والو، خليت القشور وطحنته. وهنا كنضيف ليه 2 اكياس تاع زهرات البرتقال باش ينسم. انا كنسم اللوز تاع دائما البريوات باش يجيو بنين. وهنايا كندير معلقه ديال القرفه. انا كنفضل انني ندير الا ما عندكمش السكر ديال زهرات البرتقال ديال الزهر، ديروا ماء الزهر، غير ماء الزهر كيكون كيرطب لينا شويه العجينه ديال المسمن، كيكون رطب. هنايا درت معلقه كبيره ديال السكر، يكون لا ضروري نكون شويه حلو. صافي وكنخلي على جنب. هنا بعد ما طلقات ليا العجينه كنجيب هذيك الزبده اللي دوبت قبيله وكنجيب شويه ديال مقدار ديال الزيت. هنا كنسرح بالزيت حتى كنحصل على عجينه تكون، باش ما قدرتوا تحلوها مزيان غير حلوها على حسب البلون ديالكم. الا كبير انا راه بقيت كنحل حتى في الكاميرا. المهم ضروري باش تجينا العجينه تعطيكم النتيجه اللي شفتوا في الاول الفيديو. القرمشه هذيك العجينه راه كتكون مرتاحه كما كتشوفوا على هذا الشكل. ضروري انها ترتاح باش ما تقبش لكم وتطلق معكم، حيت الا ما ارتاحتش كتبدا تجمع. ملي كتبان لكم العجينه نتوما كتسرحوا هي كترجع لكم، عرفوها مازال ما بالنسبه للمبتدئات ديما كنشرح بان مازال ما طلقات، ما خداتش وقتها في ترتاح فيه. هنا راه كناخذ ديك الزبده كامل كندهن العجينه كامله، ما خصنيش نخلي حتى بلاصه ما تكونش مدهونه بالزبده. شفتوا كيما دائما هنا ثاني كندهن، وباش ما كانت العجينه كبيره وسرحتوها باش تعطيكم التورق من بعد كنسدوها. ودائما كندهن بالزبده فين ما سديت ولا درت تنيه كندهنها بالزبده. هنايا كنبدا نسد صغير باش تورق مزيان. ما غاديش ندير هذا الكروات كنديرهم صغار باش من بعد ملي غنخدم بالعجينه ديالي تكون مورقه وتكون من الداخل عندها التورق كتير. كنخليها على جنب وغنعاود واحده اخرى. مشاهدينا الكرام، الا شفتوا عندكم المطبخ سخون وكتذوب لكم ديك الزبده ديروها في الثلاجه، راه كتعطيكم واحد القوام زوين. ديروها واحد 5 دقائق في الثلاجه، من 5 حتى 10 ماشي مشكل. ملي تبغوا تخدموها واحد شويه تخرجوها كتجي زوينه، كتشد هذيك الزبده ما كتذوب الا عندكم الكوزينه سخونه. كنعاود نفس الشيء. هنايا غادي ندير الحلو، عجينه الحلو الاخرى ديال الملح. غادي دائما نطني وغنبدا ندهن بالزبده دائما. ضروري ندهن باش تكون داك التورق في الفران يكون مورق عندي العجين. هذه كنخليها على جنب وغنحل وحده اخرى اللي تكون كبيره نسرحها حتى هي. راه حتى انا كترجع معايا شي العجينه كما كتشوفوا الاولى راه طلقوا، وهاد الاخرانيات شويه لا كتطلق مازال كتجمع معايا شويه، ولكن غادي نحاول معاها باش مبقاتش انا عندي الوقت نتسناها. صافي حتى كنسرحها. هنايا كندهن بالزبده كما كتشوفوا دائما ديك الزبده كندهن بها باش خدات ليا هاد الكميه كامل 200 غرام ديال الزبده المذابه اللي خدات ليا. نسيت ما قلتهاش لكم في الاول. هنايا غادي نجيب العجينه، غنجيب شويه ديال الزبده عفوا كنزيدها انا، هي كتجيني احسن مع ديك المسمنه اللي غندير في الفران. كتبغي التورق هاد الا بغيتو تضيفوها تكون هكا الزبده، ما بغيتوش صافي كتكفيو غير بالاخرى. وكنجيب العجينه الاولى كنحطها الوسط وكنتنيها، كنزل على هذوك التنيات كما كتشوفوا بحال العجينه ديال المسمن، وغنخليها على جنب حتى تطلق. غنغطيها بشي كيس بلاستيكي. انا دخلتها الثلاجه حتى خدمت هادو، عاد غادي نمر ليها. هنايا بعد ما طلقات ديك العجينه اللي درت معكم الاولانيه غادي نسرحها باش نديرها على شكل مربع. الا قدرتوه على مربع المهم ما تقدروا تقطعوا الجوانب هذوك الا خرجوا لكم شويه ما مقادينش. انا دائما كنضيف الزيت كنسرح حتى نحصل على مربع. هذه هي اللي غادي نعمر بديك الحشوه ديال الدجاج. ملي كتكون بارده ضروري الحشوه تكون بارده مزيان. انا غناخذ هذيك الحشوه غادي ندير على هذا المقدار هذا. المهم غادي نخرج فيها 2 ديال الحرابل. هاد العجينه هذه كنضيف هذاك الدجاج اللي عندي بالشعريه. المهم اللي طيبت لاصوص هذيك، ومن بعد هنايا غنضيف عليهم اللوز من الفوق. المذاق البصيله عرفتي مع ديك السكر ديال زهرات البرتقال كيعطيها واحد المذاق، والقرفه وديروا لها شي هاد الكوزه راه كتنسم كتولي رائعه. هنا كنسد العجينه. شوفوا العجينه راه كتبان لكم مورقه كاين فيها توريقات. صافي كندور 2 ديال الدويرات اللي بغيتو، ندوروا 2 حتى 3 تتسرح لكم العجينه وتقطعوا قطعوا بموس ولا
ولا نقطع هاد البيتزا هادي قطعت ليا كاع العجينه من الداخل، ما رديتش البال، غير نكونوا على بال. كنجيبوا الصفيحه ديال الفرن ولا الطاوه ديال الفرن، كنحطو كنسرحوا هذاك الحربول من الفوق، كنسرحوه باش يجينا مقاد ضروري. هنايا غادي نسرح هادي، واخا كتشوفوا كيكون داك الثقب، المهم غنسدو من بعد بالعجينه ملي ندورها. وكندير نفس الطريقه، كنحط الحشو وكندير عليه اللوز وكنسد العجينه ديالي. صافي هنا كنسد حتى كنحصل على حربول طويل ونحطو حتى كنكمل العجينه ديالي. هنا هاد الجناب الاخرانيين ما فيهمش لا حشو ولا والو، حيدتهم صافي. وكنخلي المسافه بين كل وحده وحده باش ملي يطيبوا في الفران يطيبوا ليا من الجوانب، يطيبوا ليا كلشي، ما يبقاوش ملاصقين، وما يطيبوش ليا من الجناب، دخلوا من العافيه من كلشي، يطيبوا من كلشي. دائما كنخلو الفرق. دابا انا غير الربعه اللي درت الاولانيين، راه درت جوج لاطات العجينه، عطاتني جوج طاوات بحال هكا، عطاتني كميه كبيره. هنايا الا بغيتو ديروا نصف الكميه، غادي ديروا غير نصف ديال المكونات، غنحطهم لكم في صندوق الوصف. هنا كنقطع كما كتشوفوا، نقطعها قبل ما ندخلها. وبالنسبه للفرن مشاهدينا الكرام، كان الفرن على درجه عاليه، درتو على 250 درجه. ملي دخلتهم درتهم واحد 5 ديال الدقائق على درجه عاليه من التحت والفوق. ومن بعد ما فاتت 5 دقائق خليت الفران غير من التحت على 160 درجه حتى طابوا ليا من التحت وكيتحمروا، بانوا ليا بان العجينه نشفات من الفوق وكتبان ليا الجوانب ديالها كيتحمروا. شعلت الفوق غير بضع دقائق، ماشي حتى 5 دقائق، الفوق طابوا منهم صافي. ما تخلوهمش بزاف يطيبوا لكم باش ما يقصحوش، ردوا معاهم البال في الفرن، غير تحمروا لكم من التحت، شعلوا لهم الفوق. مع الا درتوهم بزاف طابوا غيقصحوا لكم، ما غيجوش لكم مهرمشين من بعد. وهنايا غادي ندهن هاد العجينه هادي بالزبده من الفوق، ما ندهنهاش بالبيض، غندهنها بالزبده باش تعطيها هذاك التحمر. الا دهنتها بالبيض غادي طيب ليا دغيا، ما غاديش تورق، غتبان لي غير تحمرات. يصحابني طابت كتغفلنا شي شويه، وملي كتجيب بالزبده كتجي مرقه مزيان، كتجي رائعه. غير حاولوا في الطياب ديالها، الطياب ديالها هو كلشي. غادي ندهن بالزبده كامل هاد العجينه كما قلت لكم، نعاود لكم تاني. الطياب ديالها كندخلها على 250 درجه 5 دقائق، كنطفي كنقص بعد 5 دقائق درجه الحراره، كنخليها غير على 160 فقط من الاسفل. من بعد ملي كطيب العجينه كنردوا ليها البال، كطيب وكتحمر معنا، كنشعلوا ليها الفوق في بضع دقائق حتى كتحمر صافي، كنخرجوها. ما نخلوهاش بزاف طيب حتى تيبسينا في الفران، العجينه كتجي يابسه من بعد. هنايا غادي نمروا باش نحضروا الحلو، ولكن الفران دائما مشاهدينا الكرام خصو يكون سخون مزيان، عاد دخلوا ليه العجينه ديال المسمن. هنايا غادي نجيب العجينه باش غادي نقاد المسمنه اللي غادي ندير في الفران، راه كتجي هائله. هاد العجينه هادي راه كتجي زوينه اللي خدمت معكم اليوم ديال المسمن، غير جربوها، ما غاديش تخطاكم، لان كتجي سهله. حتى الا ما فيكم اللي يشري الورقه البسيله ويخرجوا هذا، وكتجي لذيذه، كتعطي واحد المذاق زوين. هنايا العجينه ديال الرغيفه اللي درت معكم قبيله، هذوك جوج اللي درت معكم، غاديش ندهن بالزبده، غادي ندير شي رشه الدقيق كما شفتوا. وقبل محتاجاش كاع نسرحها بالدلاك، جربت الدلاك ما محتاجاش، لان العجينه طريه وسهله انني نشكلها. غادي نسرحها مزيان تكون كبيره. نحاول ان على قد علاش ما قديت نسرحها باش تجيني مرقه حتى هي. ضروري كنعاود انكم تجربوها، راه زوينه العجينه بزاف، راه كتهنيكم. وبالنسبه لهاد المسمنه اللي كتكون في الفرن راه كتجي زوينه، ولكن هي ملي كطيبوها ضروري انها تبات، لان التوريق ديالها كيشرب، لان غيشرب العسل، وكتجي زوينه الغد ليه بواحد المذاق، كتجي رائعه. الا قبلتوا ديروها في الصباح تقدروا تاكلوها في العشيه، ديروها بكري وتاكلوها، ولا الا قدرتوا ديروها الليله وتخلوها تبات، هي سهله ما واعراش. بات الغد ليه راه كتبقى معكم يومين 3 ايام بلا ثلاجه بلا والو، عرفتي راه كتبقى مرقه وعندها واحد المذاق زوين، لانني غادي ندير فيها اللوز وغندير فيها المربى، راه كتجي لذيذه بزاف. ولكن غير كتبغي الوقت فاش تشرب باش يبان داك التورق ديالها مزيان، فاش تشرب هذاك اللي تشرب هذاك المربى والعسل وهذا، من بعد عاد تعطيكم النتيجه. هنا كنقطع كما كتشوفوا على هذا الشكل، كيبان لكم التورق د العجينه راه بحال لاباط فويتي.
المهم هنايا انا خديت المربى ديال المشمش، خديته انا ما كاع ماشي السائل، المهم اللي كيبقى فيه دوك الطرف ديال المشماش ماشي مشكل. المهم غنسرحو في العجينه. بالنسبه اللي ما كيبغيهاش تكون معلكه لان كتخرج معلكه، هاد المسمنه هادي كتجي معلكه، تقدروا تستعملوا غير اللوز بوحدو، ما ديروش المربى. اللي كيبغيها تكون خفيفه بزاف ولكن كتجي مع الا بيتوها معلكه وتجيكم المهم اللي كيبغي يتعلك راه غير خليوه بالمربى كتجي زوينه، ولا بالشكلاط تقدروا ديروا الشكلاط واللوز، ديروا اللي عجبكم. الحشوه ديروا اللي بغيتو، ولا تقدروا الكريم باتيسير واللوز اللي بغيتو. مازال غندير معكم ديال الكريم باتيسير كتجي حتى هي هائله. المهم هنا كندهنوا كلشي الاطراف مشاهدينا الكرام. من بعد كندير هذاك اللوز كنسرحو على هذا الشكل هذا فوق العجينه. هنايا كنبدا ندور بحال الملاوي المسمنه العجينه الاولى كناخذها كنحطها على العجينه الثانيه، وغادي نستمر على هكا حتى نكمل كامل العجينه ديالي. هنايا مشاهدينا الكرام كنت سرحت عجينه اخرى اللي كنتو شفتو شاطات ليا صغيره، سرحتها ومشى ليا المقطع ما عرفت كيفاش ما تصورش. هنا غنحطها وغادي نجيب عجينه اخرى وغندورها فيها كامل. هي هذه راه عطاتني هذا الشكل هذا، دورتها في عجينه اللي ما فيها لا لوز لا والو. كتكون كندير شويه ديال الفرينه وكنسرحها، كتكون طويله وتكون العرض ديالها قد هاد المسمنه صافي. نسرحها فيها هنايا، كنسرحها كما كتشوفوا على هذا الشكل. راه غطيب على نفس درجه الحراره ديال دوك اللي درت في الاول البريوات كما قلت لكم، نفس الكيفيه ديال الطياب غادي طيب عليه. هنا كندهنها بالزبده. غادي تدخلوها على 200، يكون الغاز طالع، يكون الفرن سخون. تخلوها فيه 5 دقائق من 200 حتى 250 درجه، 5 دقائق، ومن بعد شعلوها لتحت خلوها على 160 درجه طيب مزيان. كتاخذ شويه الوقت طيب مزيان وتورق لكم في الفرن. طيب لكم الجناب مزيان تحمروا، عاد تقدروا تشعلوا الفوق. هنايا كنتقبها فقط كتوقب ما عندهاش فين تنفس، ماشي بحال لي سيجار قطعتهم. العجينه غتنفس باش ما تنفخش معكم في الفران صافي. ملي كطيبوها نتلاقاو من بعد ما طيب. مشاهدينا الكرام راه شفتوا هاد لي سيجار طابو على هاد الشكل اللي كتشوفوا، راه مورقين، راه سخوان مازال طايبين، راه كيجيو على هاد الشكل محمرين. هنايا غادي وحده ديجا راه كلاوها ليا كان واحد في ولادي فيه الجوع، خرجتها من الفران وانا نعطيها ليه. هنايا كناخذ السكر كندير لها الشكل ديال البسطيله، وكنديروا عليها حتى تبرد باش ما يذوبش لكم هذاك السكر من الفوق. خص ضروري انه يبردوا. عاد نزينوهم فقط، غنزينهم بشويه ديال القرفه حتى هي. راه البسطيله تماما ما عندهاش حتى شي اختلاف ملي كتاكلوا هادو، راه البسطيله محطوطه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش البسطيله جربوا هذا الشكل هذا اولا، عاد تشوفوا واش يعجبكم، راه غادي يعجبكم. ديروها، راه هادو كيجيو ساهلين. عاد ديروا البسطيله الكبيره. وهنايا كنزينوا باش تجربوا واش تقدروا تاكلوا المالح والحلو مره واحده. كاين ناس اللي ما كيبغيوش. هنايا كتشوفوا كنزينوا. هنا مشاهدينا الكرام شوفوا القرمشه ديالهم. كتجي العجينه مورقه بزاف، كتجي زوينه، راه المذاق ديالها لذيذ بزاف بزاف. غنجربوا هاد العجينه هادي، كنقولها لكم ملي بديت لا فيديو كنقول لكم غنجربوها، راه كتجي زوينه. كنحاول نوريكم باش تشوفوا التوراق ديالها وواحد المذاق عندها رائع. هنا مشاهدينا الكرام طابت ليا هذيك الخبيزه تاعتي المسمنه تاع الفران، وهنا انا كنعسلها. انا راه عزيز عليا العسل، كنعسلها. انا غنعسلها مزيان المهم تعسلوها. الا بغيتو ما بغيتوش كيبقى لكم تقدروا غير تدهنوها بالعسل من الفوق صافي. انا عسلتها شي شويه، ومن بعد غادي نزينها بشويه ديال اللوز، شويه ديال جوز الهند، شويه ديال المهم اللي عندي في الدار اللي بقى عندي غنزينها به من الفوق، تعطي منظر زوين ولكن بنينه بزاف.
غير خليوها تبات. انا ما غاديش تكون عندي الوقت لانني صورت الفيديو، ضروري نصورو اليوم مازال. غير خلوها تبات باش تعطيكم التورق اللي زوين، غتجي لذيذه بزاف ملي كتبات. صافي انا غنخليها حتى تشرب داك العسل. راه كتجي مورقه، واخا عسلتها راه كتجي رائعه. هنايا مشاهدينا الكرام كملت الفيديو ديالي، راه شفتوا الوصفات راه كملناهم. درت اللوزيفيلي من الجناب، ودرت العشيه ديال نواد كوكو، ودرت العشيه ديال البيستاش اللي عندي، والسيجارات الاخرين دهنتهم بالعسل ودرت لهم لوز ايفيلي، والاخرين راه درتهم معكم. هذه هي الكميه اللي عطاتني العجينه. 3 ديال الوصفات بالملح والحلو. صافي وزينتها هذيك المسمنه بشي ديال الورد، راه كتجي زوينه، المنظر ديالها زوين. وحتى تقدر تجلس معكم حتى 3 ايام، راك شوفوها كتجي مورقه، ولا باتت كتجي احسن واحسن. كتشرب كتجي معلكه، وكتشرب هذيك داك العسل وداك اللوز اللي فيها. ديروا حتى الكاوكاو كيجي فيها زوين، الكاوكاو راه كيجي فيها رائع حتى هو. كما كتشوفوا واخا بردو راه كيجيو زوين مقرمشين، واخا بردو راه الفيديو صورته حتى بردو. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات ديال اليوم، راه كيجيو زوينين، وفي رمضان غادي يجوكم ساهلين ان شاء الله. راه وصفات اللي كيستحقوا التجربه. مشاهدينا الكرام وصلت معكم لاخر الفيديو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الا عجبكم شاركوه مع الاحباب والاصدقاء، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعليقات الا جربتوا وصفه من وصفاتي. كنشكركم بزاف على المشاهده، وغنخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ووصفات جداد. غادي نخليكم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.